أقول فيها بنت الجيران جمالها جمال فتان، وقلبها مليان حنان، وعشانها سبت المكان. بنت الجيران جمالها جمال فتان، وقلبها مليان حنان، وعشانها سبت المكان. وانا مهموم حزين زعلان. سبت المكان وانا شايل روحي على كفي، رحت كل الاماكن ما لقيتش حد وقف صفي، وفي قلبي كل اللي ساكن ألم ونار وعذاب ومرار. لو كتبته على ورق صدقوني هيتحرق، غير انه اصلا مش هيكفي. سبت المكان وانا شايل روحي على كفي، رحت كل الاماكن ما لقيتش حد وقف صفي، وفي قلبي كل اللي ساكن ألم ونار وعذاب ومرار. لو كتبته على ورق صدقوني هيتحرق، غير انه اصلا مش هيكفي. بنت الجيران ده الحب اللي كان ايام زمان، فتحت عيني عليه من وانا طفل، فتحت عيني عليه من وانا طفل، ومشيت ورا قلبي في وقتها، وكل حاجة خسرتها، وابتديت حياتي من الصفر. وعشان كده دايما بقول لها الحب مش كلام على ورق، الحب مش كلام على ورق، الحب إحساس مستحيل أبدا، مستحيل أبدا يتحرق. تحياتي لحضراتكم جميعا. أتمنى من كل حبايبي ما ينسوش دعمهم ليا بالاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلهم كل جديد. وتعالوا مع بعض هنسمع قصيدة أرق من النسيم. القصيدة بقول فيها: يا أرق من النسيم وأغلى من الهوى، قلبك لو بات حزين ده أنا قلبي بيتكوى، دي العيشة بتبقى جحيم وبدور عالدوا، يمو النظرة البريئة ويمو الضحكة الرقيقة، ب100 مليون طريقة بقولك ده انت الهوى وانت الدوا. سيبك من الدنيا كلها وتعالي نتكلم سوا، سيبك من الدنيا باللي فيها، ده انا عشت سنين بطول لياليها، كلمة بحبك مش عارف اوصف معانيها. عارفة رغم ما عدى العمر وفات، وبعد ما تعب القلب اهات، عايز اقولك من سكات والله حبي ليكي خلاني اصنع معجزات، لان جوايا ليكي حاجات مش عارف اوصف معانيها. يا ست البنات يا قلب نضيف وطاهر ما يعرفش المظاهر، عيشي بقلبك عيشي بقلبك ما تخافيش، ده كلام الناس ما يسويش، قلبي وقلبك يعيش في عذاب وعتاب، إحساس كذاب مبني على غدر الصحاب. يا أجمل ذكرياتي وأرق حاجة في حياتي، تملي وأنا وياكي عارف إحساس هواكي، ده انت روحي وأكتر يا ملاكي، ده كلام الناس كتير وأنا قلبي حب الضمير، ويا رب في نهاية المصير أصحى على الوش السمح الجميل، ويا رب في نهاية المصير أصحى على الوش السمح الجميل. تحياتي لحضراتكم جميعا. أتمنى من كل حبايبي اللي دايما بيتابعوني من كل مكان في العالم ما ينسوش دعمهم ليا بالاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلهم كل جديد.
ولسه مكملين ورجعنا لكم تاني ونسمع قصيدة عن التدخين. أنا عارف الجماعة اللي بيدخنوا كلهم مش هيسمعوا لي حاجة تاني الله المستعان. بإذن الله نسمع قصيدة عن التدخين، وهنسمع قصيدة بعدها عن الصلاة، وهنسمع قصيدة بعدها بعنوان تحيا مصر، وأدينا مكملين مع بعض بإذن الله. وتعالوا مع بعض نشوف القصيدة اللي أنا كتبتها عن التدخين بقول فيها إيه. القصيدة بقول فيها: السادة المدخنين مدمنين التبغ والنيكوتين، اللي عاوز يعيش في أمان يبعد عن الدخان ويقرب من الرحمن، والحد كده وكفاية ويركز لحظة معايا، ومن أجل دينه وصحته وشبابه وأسرته يا ريت يسمعني للنهاية. نقول تاني: السادة المدخنين مدمنين التبغ والنيكوتين، اللي عاوز يعيش في أمان يبعد عن الدخان ويقرب من الرحمن، والحد كده وكفاية ويركز لحظة معايا، ومن أجل دينه وصحته وشبابه وأسرته يا ريت يسمعني للنهاية. علشانك انت مش عشاني، علشانك انت مش عشاني، كفاية وما تدخنش تاني. صحتك هي رأس مالك ورصيدك الأولاني، حافظ عليها قبل ما تيجي في يوم وتعاني من تبغ ونيكوتين تلاقيهم عاملين سرطان في الرئة وانسداد في الشرايين. غير ان كتير من الناس ما يعرفوش ان التدخين بيتعب القلب والبطن والكلى والقولون وكمان البنكرياس. يعني حضرتك بتدمر نفسك من الاساس، بتدمر نفسك بايديك. مش خايف على نفسك؟ تقدر تقول لي طب مين هيخاف عليك ولا يفكر يوم يراعيك بعد ما صرفت فلوسك على الدخان والمرض في جسمك اشكال والوان؟ كل شيء دمرته حتى السنان، وقاعد تتعالج وتقول معيش، وتشتكي من صعوبة في اكل العيش، وتلاقي ابنك يقول لك يا بابا عاوز اخد زي زمايلي دروس، تقول له ما ينفعش ما فيش فلوس، وما تقدرش تراعي ابنك اكيد، ويسيب دراسته عشان بليد، ويبقى حضرتك انت السبب الوحيد. صرفت فلوسك على السجاير والشيشة وعيالك قاعدة وشايلة هم العيشة. كنت نازل سيجارة في سجارة فاكرها شطارة، لكن يا 100 مليون خسارة. كنت نازل سيجارة في سجارة فاكرها شطارة، لكن يا 100 مليون خسارة. بنشتكي من تلوث البيئة واحنا اصلا في الحقيقة بنشتري بايدينا السموم، وبنوهم نفسنا اننا بنحرقها وقت اللزوم، وقت ما اكون متضايق او مهموم، وشوية شوية بنشربها على ريق النوم. واللي صايم للرحمن وجاي بيفطر على قطران ما يعرفش ان ربنا نزل من القرآن 6236 آية بيخاطب فيهم الإنسان، وحضرتك جاي بتأذي نفسك بالدخان، بتأذي نفسك واللي حواليك، بتأذيهم كمان بإيديك. طب ايه ذنب أطفال البريئة بتتأذى كل دقيقة؟ يا ريت تواجه نفسك بالحقيقة، ولو في ايدك سيجارة ترميها، ومن أجل عيالك تبطل تشتريها، وتعاهد نفسك ما تفكرش تاني فيها. انوي بس وقول نويت، انوي بس وقول نويت قبل ما تيجي تقول يا ريت كان عندي عزيمة أو إصرار، عدمت القيمة جابت لي مرار، وتلاقي نفسك كده يأسان، وكل ده من الدخان. والتدخين أصلا حرام، التدخين أصلا حرام، وفي حق عيالك بيكون إجرام.
وفي حق نفسك يبقى انتقام. واخيرا وخلاصة الكلام، يا عم يا بتاع السجاير ويا عم يا بتاع الشيشة، عيالكوا اولى بالجنيه وعيالكوا. يا عم يا بتاع السجاير ويا عم يا بتاع الشيشة، عيالكوا اولى بالجنيه وصحتكم احلى ما في العيشة. خالص تحياتي لحضراتكم جميعا. انا طبعا عارف ان الجماعة المدخنين هيزعلوا مني في القصيدة دي، بس انا بوصل رسالة، واللي عايز ياخد بيها اهلا وسهلا، واللي مش عايز ياخد بيها طبعا هو حر، حاجة ترجع له. وطبعا كلنا في الاول وفي الاخر عارفين ان هي دي الحقيقة اللي كلنا عارفينها، لكن للأسف كلنا عارفين الحقيقة فين، وبنضر نفسنا وبنضر اولادنا بالتدخين اللي ملوش ريحة اللازمة، بل بالعكس بيأثر علينا ماديا ومعنويا وجسديا وكل حاجة. فربنا يا رب يتوب عليكم منها. وإن شاء الله هنكمل مع بعض قصيدة مهما طالت مش هتدوم، اللي بتكلم فيها عن الصلاة والصوم. طبعا كلنا عارفين ان الدنيا ديت مش دايما حد، كلنا عارفين ان الدنيا دي مش هتدوم لحد. تعالوا مع بعض نسمع قصيدة بتكلم فيها عن حال الدنيا. طبعا مش هوصيكم بقى بالاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد. تعالوا نسمع القصيدة دي بقول فيها ايه. القصيدة دي بقول فيها: مهما طالت مش هتدوم، صلي يا ابني وزكي وصوم، ليه نعيش في عذاب وهموم، دي مهما طالت مش هتدوم. نقول تاني مهما طالت مش هتدوم، صلي يا ابني وزكي وصوم، ليه نعيش في عذاب وهموم، دي مهما طالت مش هتدوم. كل يوم بيعدي يفوت، مين اللي عارف امتى يموت، ممكن لحظة من اللحظات تلقى العمر عدى وفات، ولا صليت ولا زكيت ولا نويت تزور البيت، ولا صليت ولا زكيت ولا نويت تزور البيت. احساسك ايه يا مسكين ياللي نسيت انك من طين دايما تجرح بني ادمين. لو عدى العمر خلاص وانتهى وبكت عليك الناس كلها، كل الناس بتبكي عليك، فات الوقت ومش بايديك ترجع تاني تقول يا ريت سبت الكل وجيت صليت. عاهد نفسك يلا وقوم، اتوضى وصلي وزكي وصوم. عاهد نفسك يلا وقوم، اتوضى وصلي وزكي وصوم، دي مهما طالت مش هتدوم، دي مهما طالت مش هتدوم. تحياتي لحضراتكم جميعا، ولسه مكملين